بيكم في فيديو جديد وحلقه جديده من قناه حدود على الطريق. رجعنا لكم حلقه جديده من السلسله اللي بنحكي فيها شويه عن مقتطفات ابرز الانديه في الموسم الحالي. وحلقتنا النهارده هيكون عن موسم ريال مدريد اللي في الثلث الاخراني، اخر شهرين كده ولا حاجه، وعن اللي بيحصل معاهم من حيث الاصابات وكل الحاجات دي كلها. فقبل ما نبدا نشوف القناه تفعل جرس التنبيهات وتدوس على زر اللايك. بدايه حلقتنا مع ريال مدريد هتكون بالظبط عن اخر شهر ونص. الموضوع ده منتشر معاهم من بدايه الموسم، لكن اخر شهرين الناس فعلا بدات تدي الموضوع ده حقه، بالذات بدات تدي انشيلوتي حقه. انشيلوتي اللي واحد من اكتر المدربين ان رؤساء الانديه بتحبهم، ولا بيكلفهم صفقات ولا بيكلفهم اي حاجه. هو مدرب ماشي بمزاجه وبكيفه، فاهم؟ فانت بتتكلم عن ان قعد الفتره الاخيره كل يوم تسمع اصابه في التمرين، تسمع اصابه في الماتشات، لدرجه ان احنا بقينا نسمع الناس بتتصاب وقت اصلا التسخين قبل الماتش. شفنا في ماتش اتلتيكو مدريد بتاع الدوري اللي تعادلنا فيه 1-1، الجون بتاع ابراهيم دياز اللي جابه، اللي برضه هنتكلم عنه في الحلقه. فانت بتتكلم ان كان فينيسيوس جونيور هو اللي بادئ، فاتفاجئنا ان هو اتصاب، ففجاه ابراهيم دياز نزل وادى. فهي في موضوع ادى دي بقى، فانت بتتكلم ان مهما حصل العجله دايره، المنظومه ماشيه. طبعا ده كله مفيش اي مدرب يقدر يتحمله اكتر من انشيلوتي. بتتكلم ان جوارديولا وكلوب في اخر فتره طلعوا يتكلموا عن الاصابات وعن اللعيبه اللي بتغيب، ويدوب جوارديولا غاب عنه رودري، وكان شهر غايب عنه دي بروين، وكلوب طلع يتكلم عن نفس الموضوع، وتشافي بيتكلم عليه من بدايه الموسم، والناس كلها اتكلمت عنه. الوحيد اللي ما بيتكلمش في الموضوع ده، بيمشي الموضوع عادي خالص، هو انشيلوتي. فبتتكلم انت عندك مين اللي متصاب؟ عندك تلاقي كورتوا متصاب، عندك تلاقي روديجر شويه اتصاب ويتوقف، الابا متصاب. انت بتتكلم عن لعيبه كتيره، مندي مش في افضل حالاته، مندي عارفين ان كتره الاصابات عنده. فانت برضو بتتكلم على ان في نص الملعب ادي بلينجهام اتصاب اخر فتره، وكان طلعت اشاعه ان ابراهيم دياز اتصاب لكنه رجع. فبرضه بتبص لها بالنقطه ان اللعيبه ايه اللي بيحصل لها. مودريتش اكيد ما بقاش في حالته البدنيه، فكل شويه لعيب بيتصاب، ومعاك ميليتاو برضه ناسيناه في خط الدفاع. فانت كل شويه في حد بيتصاب، كل شويه في حد بيتصاب، وفي نفس الوقت الموضوع عادي. حتى ريال مدريد في اخر فتره مش محسك ان الموضوع صعب، ولا ان الموضوع ازمه ولا اي حاجه. هتيجي تتكلم بقى عن شكل ريال مدريد في الملعب، ادي بيفوز متصدر الدوري بتاعه، اي نعم اتعادل في الماتش امبارح بتاع رايو فايوكانو، لكن بيفوز متصدر الدوري، ما اتصدر مجموعه في دوري الابطال، وراح كسب لايبزيج في المانيا. مباراة لايبزيج في المانيا تثبت لك فعلا الموضوع دوت، ان هو على ارض لايبزيج في المانيا، وفي نفس الوقت ان لايبزيج ضغطه وبتعمل وبتشوط، والحارس اللي هو كان مفترض ان هو كان الحارس الثالث بعد ما كيبا جه واصابه كورتوا، هو اللي لعب وهو اللي يعتبر واحد من نجوم الماتش. اي نعم ابراهيم دياز خدها، عمل ماتش خرافي، لكن تبص اللون صد 9 و10 كور، فعمل اداء. يقول لك طب لما كورتوا يرجع ويكون فيت بقى والحاجات دي، مين هيلعب؟ طب هل بعد كده لونين يستحق يروح نادي؟ برضه هيروح نادي كبير يشيله على كتفه، يقدر هو يعمل كده؟ فانت بتتكلم في كده ان ريال مدريد مهما حصل العجله ديت. انت بتتكلم ان اخر ماتش كارفخال باك يمين لعب باك شمال، لعب مدافع شمال. يسالوا انشيلوتي انت اشمعنى لعبت مدافع شمال ولعبت تشاوميني باك يمين؟ قام راح قال لهم والله انا سالت تشاوميني انت انهي عدلتك ناحيه اللي العب يمين وهلاعب كارفخال. فانت بتتكلم ان بقى الموضوع فيه رفاهيه ان انت تقدر تهزر وتضحك كمان. تبص برضو ان كامافينجا مره باك شمال مره نص ملعب، بعد كده بيسقط ما بين الاثنين المدافعين. فانت بتتكلم كروس ساعات بينزلوا 6، بلينجهام اللي يعتبر مركزه 8، بلينجهام يعتبر اقرب ان هو بيلعب فيرود. رودريجو في الملعب مركزه حر، ابراهيم دياز بينزل بيأدي، حتى اردا جولر الشاب الصغير اللي راجع من 200 اصابه بيرجع برضه يثبت لك نفسه. في الهجوم فينيسيوس بدا يرجع خلاص، فينيسيوس اللي احنا عارفينه واحد من افضل 3 اجنحه في العالم، في ناس لحد دلوقتي معتبراه احسن جناح في العالم. فانت بتتكلم عن وخوسيليو اللي جاي لك، انت مش مستني عليه اي حاجه، انت مستني اللي هو انا والله بص انا هلعب بيك بقى قد الغرض والحوارات دي كلها. خوسيليو بيأدي بكل روح، ماشي من ولاد ريال مدريد زي ما بيقولوا، الا ان برضو انت ما تفهمش ايه السر في ريال مدريد، لكن السر معروف. هو شعار ريال مدريد، تيشيرت ريال مدريد، بيريزو اللي بيعمله مع اللعيبه ان مدير لهم حريه ان يعتبر ده النادي بتاعكم. تتكلم ان يعتبر ما فيش مشاكل كبيره اللي هي تضر النادي ذات نفسه، ماشي اصابات اللعيبه والحاجات دي كلها. تتكلم على انشيلوتي اللي بيعرف يتعامل مع اي لعيب واي منظومه واي حاجه. هو انشيلوتي المدرب المفضل لرؤساء الانديه اصلا. جماهير ريال مدريد اللي حسست اللعيبه ان اي لاعب هيلعب في اي حته وفي اي وقت هيقدر يأدي.
برضو اللعيبه ذات نفسها، كواليتي اللعيبه اللي انت بتتكلم ان ما فيش نادي عنده، يعني كل نادي بيجيب لك لاعبين يقدروا يلعبوا في اي مكان. لعيبه ريال مدريد كلها تقدر تلعب في اي مكان. فينيسيوس بيلعب سواء جناح هنا او جناح هنا وبينزل مهاجم، رودريجو نفس الموضوع، بيلينجهام، ابراهيم دياز، تشاوميني، كامافينجا، الابا ذات نفسه، بتتكلم على ميندي، كارفاخال اهوت. فانت اي لعيب يقدر يلعب لك في اي مكان موجود في ريال مدريد، وده يمكن سبب نجاح المنظومه اخر فتره. فيعني ده نبذه بسيطه عن الاصابات والحاجات اللي بتحصل ريال مدريد. انت برضو اكتب لنا في التعليقات من وجهه نظرك ايه السبب في مشيان المنظومه رغم كل التخبطات اللي بتحصل دي. فبرضو اكتب لنا في الكومنتات الموضوع دوت، واكتب لنا في الكومنتات لو السلسله دي كويسه نكمل في ايه الانديه الفتره الجايه.